في كلام زي ده نهائي، ولا تشتغل بالفارغة. اديتك بدري الموضوع ده ويتحسم تماما. ما في، ده موضوع ما بيقبل يقسمع عليه اتنين. ده موضوع ما فيه قسمة، ولا بيقبل حمدوك ولا بيقبل اي قحاطي. ده موضوع ما فيه اي مجاملة. الناس شافت الشعب السوداني وعارف الشعب السوداني قبل ما يطلع ردد. قبل ما الشعب السوداني يطلع قلت لك الدبلوماسية بتاعتنا نجحت. قلت لك المدير الجهاز مفضل بتاع الاستخبارات صبير ما قصروا. الناس دي خطت النقاط فوق الحروف، والناس دي قدرت تسيطر على الامور، والوضع ممتاز، وتم رفض اي حاجه جاي من برا. اي حاجه فيها اهانه وذله الشعب السوداني وبيع الدوله السودانيه تم رفضها قولا واحدا. لا جايبين الليله والتمس والكلام ده ما اتقال. انت حدد له شخصيه، حدد شخصيه، قال الشخصيه دي تقعد معاكم. لو دارين تقعدوا قال لنا نقعد 10 سنه بندعمكم وبنديكم وبنسوي لكم. قلت لكم ما باعوا الكلام ده، قلت لكم ما باعوا، والموضوع ده انتهى. تاني نجي الليله من نمس لليله بعد ما طلعت وامورك طيبه وشوارعك ومفروض الايامات دي تكون تتغنى بالوطن وتدعم في جيشك، تاني ساقوك في نفس الحته. ساقوك تاني حمدوك وجايبين ماشي طز. ما في زول بيفرض وطز. انا بقول لك اخر حمدوك منه الشغله، ما شغله اكبر من حمدوك، شغل الشعب السوداني. لا عنده كبير الا الله خلقه فوق في السماء. شعب السوداني حارس بلده. حمدوك ده بالنسبه لنا نحن كشعب سوداني وللحكومه الفوق بتاعتنا للقياده بتاعتنا مجرم. الناس قدر ما يلقوك انت فرحان بيحاولوا ينكدوا عليك عيشتك، بيحاولوا يشغلوك، بيحاولوا ما يخلوك مرتاح، بيحاولوا يزعزعوا ثقتك، بيحاولوا يخلوك بين. الكلام ده بنقوله لك وقلنا لك وقاعدين نقوله لك قبل الكلام ده، وقلت لك حيجوا بعد 10 يوم 20، قلت كده بالجمله الحيطه دي تشهد. حيجوا يطلعوا لك الخبر اللي قلته لك ده قبل 15 10 يوم، قلت لك حيجوا يطلعوا لك وحيجي يعملوا الان الكلام ده قلته. الان ناس نزاتنا، الناس اللي كانوا معانا واصحابنا برسلوا لي في الخاص قالوا جايبين. ما قلنا الكلام ده. انت ما متابع تابع. ده موضوع انتهى، نحن عبرنا منه. نحن ما بعد طلوع الشعب السوداني، نحن الان في ما بعد طلوع المليونية السودانية الحقيقية، بعد طلوع الناس يعبروا عن جيش ويساندوا جيش ويساندوا قيادة في غرارة. الكلام ده الطلعة دي ذاتها كانت ليه؟ أنا دار الذات. الطلعة دي ليه؟ ما قلنا لك المؤامرة كانت كبيرة، الناس لازم تطلع. الطلعة الناس طلعتها دي عشان شنو؟ ليه طلعت الآن؟ ما عشان في مؤامرة كبيرة، عشان المؤامرة برا كبيرة. الناس دي طلعت ليه؟ انت طلعت ليه؟ وليه الوقت ده؟ كانت قلنا لك في مؤامرة كبيرة، قلنا لك الناس بيخططوا والناس بيضغطوا، لازم نوري العالم. الناس طلعت عشان توصل صوتها للعالم، لأنه بيضغطوا على قيادتنا، لأنه الناس دي دايرين يفرضوا علينا ناس. خلاص تاني ما تجي تتداول بعد كده قالوا مش الليلة لا بديلة لبلبس إلا بلبس. ده موضوع منتهي تماما، ده موضوع منتهي تماما. نحن لا شغالين بمشى ولا شغالين بجا ولا شغالين بهناك، واحنا شغالين برأينا وبقرارنا وكلام الشعب السوداني. ما في زول بيتجاوزه، ولا في قلت لك ذكر في الكون بيفرض علينا حاجه نحن ما دايرينها. ذكر مكتوب في شهادته تحت الميلاد، ذكر يفرض علينا حاجه نحن ما دايرينها. لسه ما ولدوا، لسه ما اتولد، لسه ما ولدوا. كلام ده منتهي، خلاص. كلام الشارع ده دي العينه، الكلام اللي شفته في الشارع ده العينه.
ده الشعب السوداني، ده الشعب الحارس بلده وحارس قراره، ده الشعب من الجنجويد. ما في زول بيفرض ولا في زول عنده كلام غير الشعب السوداني. يمشي يطير السماء، ينزل الواطة، يمشي محل ما دار يمشي يمشي. وانا قلت لكم نتحدى الكون كله، نتحدى الكون كله. لو انت اللي بتسمع قبلت، خاف بعدين قول والله خلاص انا قبلت الناس بتقبل. انت بترضى؟ انت خليك في شخص. انت بترضى بتقبل؟ انت بتقبل؟ ما بتقبل، غيرك ما بيقبل. الناس الطلعت دي كلها ما بتقبل. الناس دي دفعت ثمن غالي ما بتقبل. القصة ما بيحكم منو ولا بنتحكم كيف. القصة احنا تحت الاستعمار. الآن في استعمار، أهلنا تحت الاحتلال. الآن احنا دارين نحرر البلد من المستعمر. ده كل الموضوع بتاعنا. لا في زول بيجي يفرض علينا ولا، والله العظيم وغسما عظما الله العظيم نخلي في مزبلة التاريخ. ده موضوع ما فيه لعب ولا فيه لف ولا فيه دوران. ده موضوع واضح وصريح. ده موضوع واضح وصريح. الناس ما تهتم بالناس، تخليها مع جيشها. الناس تقيف، الناس تدعم، الناس تحرس وطنها. الناس ما تجامل، ما تجامل. الناس دي كلهم واحد، كلهم واحد، نفس العدو، كلهم سيكون واحد. الكفيل واحد. ما يقدروا يقولوا له لا، يسووا اذا يغشوك انت كفيل واحد. وضعوا كل زول بتطلب منه تدخل محدد، كل زول بتديه الاوردر بينفذ. خلاف الكلام ده انت بتحلم. المستشار ولا هنا قال قبل فتره، طلع قال ل 15/12 الليله 15/12 قال لي 15/12 خلاص. انا قلت اتحداه اليوم ذاك، قلت اتحدى. ليه؟ قلت لكم طالما في جنجويد في قطع البحر لا تسمع كلام مستشار. دل ما مستشارين ولا عندهم علاقه بالصحافه ولا عندهم بعد نظر ولا عندهم قرب نظر ولا عندهم اي حاجه. ديل كفته، ديل عباره عن كفته. تعرف كفته؟ ديل كفته، ما عندهم اي حاجه. كيسهم فاضي، لا بيعرفوا يقروا، لا بيعرفوا يتكهنوا، لا بيعرفوا ما عندهم. كذابين، كذابين. لو جبت زفته سنه اولى سياسه وريته قلت له في دعم سريع موجود في قطع البحر.